جوهر عثمان، إدارية مجلس المرأة لعوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا. حقيقة يعني نستقبل الذكرى التي كانت حقيقة بالنسبة للشعب الكردي وشعوب المنطقة ككل. نستذكر ذكرى بدء المؤامرة على القائد، وفي شخص القائد طبعا المؤامرة كانت على شعوب المنطقة وعلى رأسهم الشعب الكردي الذي طالما لقي بالكثير من المؤامرات، ولكن المؤامرة التاريخية التي صيغت على القائد عبد الله أوجلان حقيقة كانت مؤامرة مفادها أو أهدافها العميقة كانت هي إبادة الثقافات الموجودة، وخاصة إبادة أو ثقافة الشعب الكردي العريقة في المنطقة، الشعب الذي طالما كان هو مهد الحضارات، الأرض التي كانت طالما هي مهد الحضارات التي توزعت على كل أصقاع الأرض. حقيقة هذه المؤامرة الدنيئة من قبل الدول الرأسمالية السلطوية التي أرادت قمع هذه الثورة بشخص القائد، قمع إرادة الشعوب، قمع وجود الشعوب والثقافات الموجودة في كردستان والشرق الأوسط. حقيقة هذه المؤامرة التي صيغت في جميع الأساليب التي تنادي بالاحتكار أو احتلال الذهنيات أو الأفكار التحريرية، يعني أو الذهنيات التي تنادي بحرية الشعوب، بوجود الشعوب، بحرية الثقافات، بحرية ممارسة العيش الكريم وثقافات من كل شعوب المنطقة، خصوصا منطقة ميزوبوطاميا أن ذكرناها. هي منطقة مليئة بالثقافات والحضارات التي صيغت عبر التاريخ البشرية، ويريدون بكل الأساليب قمع هذه الثقافات، قمع هذه الأصوات التي تنادي بالحرية في شخص القائد عبد الله أوجلان. حقيقة يعني نريد أن نذكر أن هذه المؤامرة أثرت بشكل أو بآخر على مجرى أو استمرارية الثورة بقوتها الفكرية، أو حتى أنها أرادت أن تقمع هذه الإرادة التي خرجت من صلب المجتمعات، خرجت من قلب المجتمعات، من إرادة المجتمعات، وأرادت أن تعيش بعيدا عن السلطة الممارسة عليها، بعيدا عن السياسات التي مورست عبر أجيال على الشعب الكردي بشكل خاص، على المرأة التي ذاقت الأمرين نتاج هذه السياسات القمعية، السياسات الذكورية السلطوية التي أرادت أن تذهب بالمرأة إلى مستنقعات المجتمع، إلى مستنقعات الحياة المجتمعية. ولكن حقيقة فكر القائد كان رادعا قويا بمناهضة أو بعدم قبول هذه المؤامرة ودحر هذه المؤامرة في مقاومة الشعب، مقاومة على رأسها المرأة التي فهمت فكر القائد، فهمت كيف أن القائد يبحث عن وجودها، ويجب عليها كما قال القائد أن تبحث عن ذاتها في تاريخها، في مستقبلها، في حاضرها. لذلك القائد نوه كثيرا على أن المرأة هي الكفيلة بصنع مجتمعات حرة وديمقراطية في شخص المرأة. يقول القائد: إن أردت أن تتعرف على مجتمع ما عليك أن تنظر إلى المرأة هناك، أن تعرف المرأة هناك. فمعرفة المرأة لذاتها، لوجودها، لحقيقتها هو كان الرادع الأساسي في دحر هذه المؤامرة وكبح جماح هذه المؤامرة وتوقيف هذه المؤامرة عند حدودها. لذلك النضال الدؤوب من الشعب، عدم قبول هذه المؤامرة على شخص القائد، التجريد فوق التجريد الذي كان يمارس من قبل الدولة التركية والسياسات التي تساند الدولة التركية على القائد، هذا التجريد العنيف، التجريد التعسفي. أرادوا أن يعزلوه عن العالم، يعزلوه عن الثورة، يعزلوه عن المجتمعات الذي هو بفكره، بفكر الأمة الديمقراطية، الذي أراد أن ينقذ هذه المجتمعات أو هذه الحضارات وهذه الثقافات، هذه اللغات، هذه المكونات التي هي تتعايش مع بعضها بكل سلام وأمان.
بهذه المؤامرة أرادوا أن ينهوا كل ما هو حقيقي وموجود. لذلك كان القائد حقيقة بنضاله في إمرالي أيضا وتوحده مع إرادة شعبه وتوحد الشعب مع قائده ومساندة القائد والنضال دائما لأجل حرية القائد ورفع العزلة عن القائد. كانت هذه المطالب الشعبية من كل المكونات الموجودة في المنطقة ككل هو الكفيل أو الرادع الأساسي برفع هذه العزلة. واستقوى القائد بهذه الإرادة الشعبية وأطلق عملية السلام في 27 شباط من العام الحالي، وكان كسرا عظيما لهذه المؤامرة بهذه المبادرة، مبادرة السلام التي هي مبادرة تاريخية، مبادرة تنادي لأجل السلام في العالم ككل وليس في كردستان أو في منطقة الشرق الأوسط فقط. هي مبادرة السلام لأجل العالم، وألقت صدى عالميا كبيرا من جميع الأوساط الشعبية والسياسية بهذا المنحى، بأن القائد بندائه للسلام وفسخ الحزب أراد بهذه الخطوة العظيمة التاريخية أن يوقف الكفاح المسلح ويبدأ بالنضال والكفاح السياسي لأجل صنع مجتمعات حرة ديمقراطية تعيش بكرامة وتناد هذه السياسات التعسفية التي تمارس جميع أساليب الاحتكار، جميع أساليب الاحتلال، جميع أساليب طمس الهويات، طمس الإرادات على هذه الشعوب. لذلك حقيقة وعلى رأسها المرأة، يعني نحن نساء كان فخرا عظيما لنا مبادرة السلام، وسنستمر في نضالنا لأجل تحرير القائد جسديا، وأن يكون كل أفكار القائد أفكار تصل إلى جميع النساء في العالم، لأن ليس فقط المرأة الكردية تعاني من الظلم الذهنية السلطوية الذكورية، ولكن نرى الآن في العالم هناك فوضى عالمية وسياسات تمارس على المرأة وعلى الشعوب، على إرادة الشعوب في شخص المرأة، تمارس جميع أساليب الاضطهاد، مص دماء أو كدح الشعوب من خلال هذه السياسات. سنكون في مقدمة هذا النضال الثوري، وسنساند كل الأفكار التي ينادي بها القائد لأجل أن نعيش بكرامة وحرية وديمقراطية وسلام، لأن هذا الوقت أو هذه المرحلة التي تتطلب منا جميعا كنساء وكشعوب المنطقة ككل في كردستان، في شمال وشرق سوريا، حتى في سوريا، أن ننادي بمشروع الأمة الديمقراطية الذي هو يناسب كل شعوب المنطقة. سوريا هو ميزايك عظيم من الثقافات والطوائف والمذاهب الموجودة في المنطقة، وهي مهد الحضارات أيضا. لذلك لا يصح أن نقمع أو يقمع الشعب على حساب شعب آخر، أو لغة على حساب لغة أخرى، أو حتى ثقافة على حساب ثقافة أخرى. لذلك القائد دائما ينوه على أن مشروع الأمة الديمقراطية يناسب كل شعوب منطقة الشرق الأوسط ككل وحتى العالم، لأن أينما ذهبت إلى أي جغرافيا في العالم سترى أن هناك عدة ثقافات تتعايش مع بعضها البعض. ليس هناك ثقافة تعيش على حساب ثقافة إلا من خلال هذه السياسات الممارسة. وأيضا أريد أن أذكر أن هذه المؤامرة اللا أخلاقية والدنيئة على شخص القائد أرادت أن تهدف إلى قمع هذا الحقيقة الموجودة في كردستان والشرق الأوسط ككل، ولكن إرادة الشعوب هي كانت المثلى، وإرادة القائد ومقاومة القائد في سجن إمرالي حقيقة أدحرت هذه المؤامرة. وعملية السلام كانت هي النهضة أو المرحلة
القوية في هذه الظروف التي يعيشها العالم من كاوس كبير، من فوضى سياسية عسكرية اقتصادية. أراد القائد بهذه المبادرة، مبادرة السلام، أن ينقذ المنطقة ككل من هذه الفوضى، من هذه السياسات. وأيضا أريد أن أذكر بأن مانيفستو الحضارة الديمقراطية، مانيفستو الحرية والسلام الذي أطلقه القائد، أيضا كانت لب هذه المقاومة وهذا الكفاح وهذا النضال الثوري الذي استمر لأكثر من 52 عاما. هذا المانيفستو، هذه التعليمات التي أرسلها القائد للعالم، ليس فقط لشعوب المنطقة وشعب كردستان، للعالم ككل، بأن هذه هي خارطة الطريق إلى السلام، وعلينا بالعمل الدؤوب والنضال الدؤوب لأجل أن نصل إلى السلام المنتظر في المنطقة. لأن أي أحد يستطيع أن يصنع الحرب أو الحروب، وأساسا سياسة الحروب هي سياسة الدول الرأسمالية الدكتاتورية الاحتلالية، ولكن السلام لا أحد يستطيع صنع السلام إلا الشعوب التي تنادي بصنع إرادتها وصنع قرارها ومصيرها بنفسها. هم هذه الشعوب، هذا الشعب، وهذا القائد هو الكفيل بصنع السلام، لأن عمليات السلام هي أصعب بكثير من عمليات الحرب. لذلك هذا العهد هو عهد السلام، كنساء، كعوائل الشهداء، كشعوب المنطقة ككل، سنبقى دائما نساند أي عملية يطلقها القائد، أي خطوة مرحلية يطلقها القائد، وسنعمل ونناضل حتى الرمق الأخير لأجل أن نصل بهذه الشعوب إلى بر الأمان، أن ننقذ هذه الشعوب، هذه الثقافات، هذه اللغات، وخاصة المرأة من هذه الفوضى العارمة التي يصنعها الأنظمة الرأسمالية. هذه من طرف. ونحن الآن حقيقة في أكاديمية الشهيدة زينب صاروخان نتلقى تحليل مانيفستو الحضارة الديمقراطية ونناقش عليه، لأن حقيقة نرى في كل سطر يقوله القائد معجزة فكرية يجب أن تطبق على أرض الواقع لنصل من خلالها إلى صنع سلام مستدام، وليس لفترة معينة أو لعصر معين. لأن مانيفستو الحضارة الديمقراطية والعمل نحو صنع سلام مستدام في المنطقة ليس بعمل سهل، بالعكس ويتطلب كفاح ومجهود من كل المقومات الموجودة، من المكونات الموجودة في المنطقة، وأيضا من كل الأطراف السياسية، من كل الأحزاب الموجودة، من كل الحركات الإنسانية والحركات الحقوقية الموجودة، حتى من الشخصيات العالمية التي دائما هي تسعى لصنع السلام، أن تساند هذا المشروع وتساند القائد. ونحن سنكون مطلبنا الأول هو حرية القائد الجسدية، ومن ثم بحرية القائد نتقدم خطوة بخطوة نحو صنع سلام عام شامل ومستدام في المنطقة وفي كردستان.